صبري سراج احد ابطال حرب اكتوبر. سياده اللواء، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن. شرفتني والله النهارده. الله يحفظك ويخليك، كتر خيرك. سياده اللواء، ابتدي معاك سله ولا كوره؟ زي ما حضرتك تحب. طيب هنبتدي الاول سله عشان بعد كده الكوره طويله شويه. اوكي. حضرتك قررت ان انت تترشح لرئاسه اتحاد كره السله، وانا على حد علمي قبل وجودك في مجلس اداره نادي الزمالك كنت عضو مجلس اداره اتحاد الكره السله. مظبوط. اتحاد كره السله واحد لاعبي نادي الزمالك القدامى. ليه رشحت نفسك رغم ان السله يعني مش عايز اقول انها من اوحش اللعبات الجماعيه في مصر للاسف، رغم انها كنتائج لكن هي لعبه جميله مش وحشه. لا من اوحش اللعبات الجماعيه كنتائج. دي لعبه رائعه كنتائج. يعني بنتكلم احنا على 11 على افريقيا، يعني من مصر 11 على افريقيا. من سنه 1984 في لوس انجلوس لم نتاهل لاي اولمبياد. جيل مدحت ورده والسلعاوه وعمرو ابو الخير والجيل الذهبي خدنا قبل كده رابع الاولمبياد مع اجيال سابقه. اين كره السله ولماذا ترشحت لرئاسه اتحاد كره السله؟ هو ده اللي حضرتك قلته، هو ده كان السبب الرئيسي لترشحي. ان كره السله يعني سنه بعد سنه احنا بنشوفها عماله بتتراجع. فده كان السبب الرئيسي اللي خلاني ان انا دي لعبتي، واي واحد مش بس انا، اي حد كتير جدا كتير يعني زيي غيورين على كره السله من ابنائها، عاوزين يمدوا ايد المساعده، عندهم فكر عاوزين يطبقوه. فده الدافع الكبير اللي خلانا نترشح، ان احنا عاوزين يا رب، ان احنا بنقول يا رب ان احنا نقدر بفكرنا وجهدنا ان احنا نساهم في ان احنا ناخد تاني مكاننا الطبيعي على قمه الهرم الافريقي. ده المكان الطبيعي بتاعنا. احنا كنا ابطال افريقيا، كنا يعني مش عايز اقول لك ان احنا بنبقى في المركز الاول وبعدين جاب كبير يجي رقم 2، يعني الفاينل احنا كنا بنكسبه ب 20-30 بونت. فاصبحنا احنا بنتغلب بال40 وال20 بونت. يعني لدرجه ان احنا اتغلبنا من اسماء ما كناش نسمع عنها. يعني اتغلبنا من المنتخب الليبي على ما اعتقد. ده هقول لحضرتك احنا اتغلبنا من حاجه اسمها الراس الاخضر. يا نهار ابيض. انا شخصيا عمري ما عرفت حاجه اسمها الراس الاخضر الا لما اتغلبنا منها، فبدانا نبحث ونشوف دي. بالظبط كده. ف يعني انا برضو انا مش بلوم حد او بلوم اشخاص، لان ده مجالس ادارات متعاقبه مسؤوله عن هذا التدهور. ده اللي خلانا، يعني انا عملت تجربه صغيره عملتها في نادي الزمالك. وكان الكل حتى عندنا في نادي الزمالك كان يعني الاكثر المتفائلين بيقول لك ان لو نادي الزمالك قاعد في الدوري الممتاز يبقى شيء كويس، خصوصا بعد رحيل حوالي 6 لعيبه. بالظبط كده. هم 7 لعيبه دوليين مشوا مره واحده، وحتى المدير الفني مشي وقال لك انا هقعد مع مين؟ ما عنديش لعيبه. عصام عبد الحميد. عصام عبد الحميد سوري. بالظبط. فمجلس الاداره حملني المسؤوليه، ولازم نشيل المسؤوليه ما نهربش منها. حتى جبت مدير فني صربي جامد جدا. والله يعني توفيق من ربنا. يعني احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا بفكرنا البسيط. حافظنا على مكاننا باشبالنا. يعني انا جبت اولا كل الاولاد تحت 25 سنه. نزلنا بمستوى السن لحد 25 سنه، تحت كلهم تحت 25 ما عدا واحد اللي فضل، وانا بشكره شكر جزيل طبعا، الحسيني سمير. لسه مقابله اول امبارح. ما شاء الله عليه هذا اللاعب. ولعب احلى مواسم عمره وهو في هذا العمر. لان حس بالمسؤوليه. هذا اللاعب زملكاوي من ساسه لراسه، فحس بالمسؤوليه الملقاه عليه ككابتن لنادي الزمالك. لا، نادي الزمالك ما يتراجعش. شوف بقى الغيره على نادي الزمالك. وكان قدم احلى موسم. طبعا لا اغفل. ما استغربتش ان عضو مجلس اداره هيثم السعيد ينتقل الاهلي؟ يعني عضو مجلس اداره نادي الزمالك دي ما حصلتش قوي. يعني هي بصراحه كانت صدمه. مش عشان راح الاهلي، علشان عضو مجلس اداره ولاعب متميز في الفريق انه يسيب فرقته في ذلك الوقت ويهرب. انا بسمي ده هروب. يعني لما اسمي ده طب
بقاء الحسيني يبقى اسميه ايه؟ يعني الحسيني سمير الوحيد من هذا الجيل اللي فضل. لما التاني بقى اللي هو عضو مجلس الاداره نسميه ايه؟ يعني المفترض ان عضو مجلس الاداره هو اللي يعني يحس بالمسؤوليه اكتر. فتابع يعني كانت مش عايز اقول الطامه، خروجه من النادي بهذا المنظر لا يمكن يعود الى نادي الزمالك تاني كلاعب او كمدرب او اي كادر في نادي الزمالك. خلاص الناس كلها قفلت معاه من الناحيه دي. المستقبل لاولاد النادي اللي قاعدين فيه بيتحملوا لحد النهارده الازمه الماليه اللي موجوده على مصر كلها، مش على نادي الزمالك بس، متحملينها وسعداء جدا بوجودهم في نادي الزمالك. يعني احنا لو اتكلمنا عن اولاد نادي الزمالك المخلصين كتير قوي، سواء في السله وفي الطايره في الهاندبول في كل الالعاب اللي موجوده، لا ما شاء الله. يعني انا فخور باولاد نادي الزمالك اللي موجودين. ست اللي هو صبري، يعني حد بيشوفك بتتكلم على هيثم، فانا ساعات بقرا المشاهد بيقول ايه، ممكن يقول يعني ست اللي هو طب ما ست اللي هو دلوقتي هيسيب نادي نائب رئيس نادي ويروح يبقى رئيس، عايز يبقى رئيس اتحاد كرة السلة. يعني فكرة برضو تركه لمنصبه قبل نهاية مدته، ده شيء بالنسبة للبعض مش طيب، ورغم ان هو رجل زملكاوي كبير ولا بد ان يتحمل مسؤولية للنهاية، وكيف يقبل ان يترك منصبه كنائب لرئيس نادي الزمالك وما له من قيمة كبيرة جدا ليذهب لرئاسة الاتحاد كرة السلة. انا يعني ده سؤال ممكن يطرح ولا لا؟ مظبوط. اتفضل. هو طبعا انا واجهت السؤال ده كتير او اتسالته كتير، يعني السؤال ده ازاي تسيب منصب نائب رئيس نادي الزمالك وتروح لاتحاد السله؟ هم يعني ليها حتى البروباجندا كمان مش موجوده. بالظبط. هو السؤال له ممكن تاخده بمعنيين، ان هذا المنصب بيديلك بيحطك تحت الاضواء وله بريق وله شعبيه اكبر بكتير جدا من رئيس اتحاد السله او اي رئيس اتحاد اخر. يعني تمام. خلينا نكون يعني صادقين. الحقيقه انا مش ببص لها من الناحيه دي خالص. انا ببص لها ان نادي الزمالك انا بخدمه سواء كنت بره او جوه. تمام. وكنت بخدم نادي الزمالك برضو وانا عضو في اتحاد السله. مش معنى ان انا بخدمه ان انا بتحيز له في قراراتي في اتحاد السله. لا بالعكس، انا بخدمه بخبراتي بعلاقاتي اللي اذا احتاجها حد في نادي الزمالك انا تحت امره. كوني ان انا اترك هذا المنصب بمجهود، طبعا النادي واخد مني وقت طويل وواخد مني مجهود، برضو ده هيأثر. لكن انا بقول ولاد نادي الزمالك كتير جدا، في منهم اللي زي صبري سراج وافضل من صبري سراج قادرين على العطاء ان هم يخشوا في مجلس الاداره. لكن النهارده بنقول مين من ولاد نادي الزمالك النهارده، وبرضو مش عشان تحيز، احنا النهارده ولاد النادي لازم ندفعهم في كل المجالات عشان نبقى فخورين بيهم. ارفع الكوادر بتاعتك. اذا كان عندك فرصه انك انت تقدم كادر اداري كويس في اي اتحاد، زي اتحاد كبير زي اتحاد السله اللي ياتي بعد اتحاد كره القدم، ليه لا؟ ليه لا ما يبقاش من ولاد النادي؟ ليه لا ما يبقاش عندنا رئيس اتحاد لكره اليد؟ وهكذا. انت شايف ان معظم كوادر في جميع الاتحادات بتنتمي للنادي الاخر وهو النادي الاهلي؟ والله انا برضو مش ببص لها كده يا كابتن خالد، لان مهمه النادي الكبير اللي احنا بنسميه القلاع زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري والاسماعيلي، النهارده بيقدموا من العناصر كلاعبين، بيقدموا لمنتخب مصر الكثير. وده دور، طبعا ده دور قومي. طيب انت قدمت لاعبين وقدمت اولاد اللاعبين اللي بطلوا بقوا مدربين، قدمت مدربين وقدمت اداريين و طب ما تقدم كوادر للاتحادات. اصنع، لان اللي موجود في الاتحادات ما بيعملش كوادر صف تاني. للاسف يعني ما بيعملوش، خوفا من ان هو يقول لك ايه ده هياخد مكاني. هذه الفكره فكره عقيمه، وكانت سيطرت برضه حتى على المستوى العالي. يعني المستوى الرئاسي ان الرئيس ما كانش حاطط نائب. فالفكره دي يعني لازم نشيلها من دماغنا. بالعكس
انا لازم اخلق صف تاني وثالث ورابع، عشان لا قدر الله احنا مش عايشين، يعني اذا عايشين النهارده مش هنعيش بكره، يعني الانسان مش ضامن النفس اللي طالع يرجع. فدايما تحضر للمستقبل، اعمل صف تاني وتالت زي ما ورابع. بتحضر لاولادك كده. بالظبط كده. احنا في النادي الزمالك احنا بنعمل كده دلوقتي، بنحضر الكوادر دي وندفعها. انا بطالب بقيه الانديه بده. طب ست اللي هو في معلش. النهايه يا كابتن فضل. خالد فضل. احنا كلنا اولاد مصر. لانك انت لما بتخش اتحاد انت لا بتمثل زمالك ولا بتمثل اهلي ولا تمثل اتحاد. بلدك. انت بتمثل مصر. فبدل ما نبقى ال11 او ال12، لا انا عاوز مصر تبقى الاولى في كل مجال. طب انا اقول لك حاجه بس، وانا الراجل ده حبيبي جدا انا بحبه، اللي هو محمود احمد علي، وهو صديقي على فكره جدا. كيف يكون رئيس اتحاد كره السله وهي اللعبه يعني نتائجها سيئه ولا تذهب ابدا للاولمبياد، يكون رئيس اللجنه الاولمبيه؟ يعني برضه انا بتكلم بصراحه ومحدش يزعل مني، يعني ممكن واحد يقول لك رئيس اللجنه الاولمبيه هو رئيس اتحاد السله، اتحاد السله ما بيوصلش من 84. طب من المفترض انه يعني ولا انا هكلمك برضه بمنتهى الصراحه. يعني كابتن محمود راجل مخه وعقله كره سله. تمام. وكادر اداري عظيم. بس للاسف المنظومه كلها اللي كانت موجوده في البلد لا تساعد. يعني انا بلتمس له العذر ايا كان، بس ما في لعيبه لازم نقاتل في اتحادات ثانيه. انا معاك اللي هو كانت نفس المنظومه برضه. لازم نقاتل. يعني انا مش بقول يعني انا مش بدافع عنه. لا المنظومه كلها كانت مش مظبوطه، ما بتساعدش. لازم اقاتل. لو ما قدرتش اترك مكاني. على الاقل هيقول لك طب ما هو امشي انت، واحد تاني هيجي. ما هو نفس الحكايه، يعني شالوا قلبه جابوا شاهين. بالظبط. لا هذا نوع من الاحتجاج. كون ان انت تسيب منصبك نوع من الاحتجاج بالصوت العالي. طيب اذا نوع من الاحتجاج بالصوت العالي هو ده سبب رحيل اللواء صبري سراج وذهابه الى اتحاد كره السله، بسبب الصراعات اللي موجوده داخل مجلس اداره نادي الزمالك، بسبب انفراد البعض انا بقولها مثلا، يعني انا بطرح عليك سؤال. انفراد مثلا استاذ ممدوح عباس بالكلمه، خلافات ما بين المهندس رؤوف واستاذ ممدوح، ساعات بيقولوا بين حضرتك، يقال ان انت اكثر الداعمين لحسن شحاته، في المقابل البعض قلب على حسن شحاته في مجلس الاداره، وهناك كلام ان من الممكن جدا ان تكون المباراه القادمه هي الاخيره لحسن شحاته سواء فاز او خسر. طيب نيجي نمسكها كده واحده واحده. اتفضل. حضرتك بدات بالاستاذ ممدوح وبتقولوا قرارات فرديه والى اخره. هذا الكلام غير صحيح وغير سليم بالمره. تمام. هذا الكلام لو اتقال فهو سب في جبيننا احنا اولا. يعني لما يبقى في واحد بس بينفرد بهذه القرارات فهو انا اقول له الحق، لان احنا سبناه له، احنا الضعاف. احنا الاضعف. احنا اللي ادينا له الفرصه انه يعمل كده. وهذا ليس صحيح. لان احنا كلنا شخصيات، وحضرتك عارفهم كلهم، شخصيات قويه. احنا بنتناقش وفي النهايه بنطلع بقرار كلنا بندعمه. لكن في بعض الخبثاء اللي بيطلعوا يحبوا دايما نادي الزمالك على فكره مستهدف حتى من جواه، من بعض الاشخاص اللي موجودين في قلب النادي. يطلع يقول لي ده الاستاذ ممدوح هو اللي عمل ده هو اللي اثر كده، اصل دول ما مش عارف. الكلام ده لا نقبله بالمره. احنا كلنا شخصيات، وكل واحد فينا يدير مجلس بقدر الزمالك. فده موضوع. استاذ ممدوح ديمقراطي جدا وراجل طيب جدا للغايه، واعتقد ان حضرتك تعرفه شخصيا. طيب جدا هذه وعصبي جدا. انا معاك. هي دي على فكره ده ارتباط وثيق بالطيبه. ايوه بالطيبه اللي هي العصبيه، انه بينفعل بسرعه زي شيكابالا كده. يعني بيقول طيب لك اتقي شر الحليم اذا غضب. نيجي للنقطه الثانيه، الخلافات اللي دايما تثار على الفضائيات او على وسائل الاعلام ما بين استاذ ممدوح، على رؤوف جاسر، على صبري سراج، على ابراهيم يوسف، على هاني العتال، على احمد جلال. يعني مش عارف لها اول من اخر. احنا نختلف في وجهات